السلام عليكم يا جماعة. قبل ما نبدأ، لو بتحبوا قصص الرعب الحقيقية والمرعبة اللي بتخلي النوم يطير من عينيكوا، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا سر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وقبل ما تسمعوا القصة ديت، اقفل النور وحط السماعات وخليك مركز في كل كلمة، لأن الحكاية اللي هتسمعوها الليلة مش مجرد قصة عادية. دي حكاية شقة قديمة في الدور الأخير. شقة كان ليها قانون واحد بس: ممنوع تفتح باب السطح بعد نص الليل. لكن صاحب الحكاية قرر يكسر القاعدة، ومن اللحظة دي حياته وعمرها ما رجعت زي الأول. ويلا بينا نبتدي القصة. شقة الدور الأخير. أنا اسمي كريم، عندي 29 سنة، واللي هحكيه دلوقتي حصل معايا من سنتين تقريبا. أنا كنت شغال محاسب في شركة صغيرة في القاهرة، وبعد ما الإيجار زاد بشكل جنوني اضطريت أدور على شقة أرخص. وبعد لف كتير لقيت إعلان غريب: شقة مفروشة للإيجار، إيجار قليل جدا، ممنوع فتح باب غرفة السطح بعد الساعة 12 بالليل. ضحكت وقتها وقلت أكيد صاحب البيت راجل عجوز مهووس. رحت أشوف الشقة. العمارة كانت قديمة جدا، 5 أدوار، وكل السكان كبار في السن. أول حاجة لفتت نظري إن الدور الخامس مفيهوش غير شقتي، وشقة تانية بابها مقفول بالحديد والسلاسل. سألت السمسار: هو مفيش حد ساكن هنا؟ رد بسرعة: لا، من زمان مفيش. قلت: طيب والسلاسل ديت ليه؟ وشه اتغير وقال: ملناش دعوة يا أستاذ كريم، الإيجار كان رخيص بشكل مش طبيعي. وافقت على طول. أول ليلة كانت عادية. تاني ليلة الساعة 12 بالليل بالظبط سمعت صوت خطوات فوق السقف، خطوات بطيئة جدا، تك تك تك، كأن حد بيمشي حافي. بصيت من الشباك، مفيش حاجة. افتكرت يمكن قطة ولا حاجة، لكن بعدها سمعت حد بيجري بسرعة مرعبة، زي ما يكون طفل صغير بيلف فوق السطح. جريت ناحية الباب وطلعت أشوف فيه إيه. لقيت باب السطح قدامي، وعليه ورقة قديمة جدا مكتوب عليها بخط أحمر باهت: ممنوع الفتح بعد نص الليل. ضحكت وقلت لنفسي: إيه الهبل ده؟ وحطيت إيدي على المقبض، لكن قبل ما ألفه سمعت صوت ست عجوزة من ورايا: لو عايز تعيش انزل. اتلفت بسرعة، لقيت واحدة من سكان العمارة، ست كبيرة جدا، وشها أصفر وعينيها مرعوبين جدا. قالت لي: اللي بيطلع فوق بعد الساعة 12 بينزل ناقص. ضحكت تاني وقلت: يا حاجة ده أكيد عيال بتلعب. بصت لي وسكتت شوية، وبعدين قالت: آخر واحد قال كده لقيناه الصبح رجله الشمال مش موجودة. الكلام كان غريب جدا، لكن خوفي الحقيقي بدأ بعدها بكام يوم. كنت نايم وفجأة صحيت على صوت حد بيخبط على باب الشقة بتاعتي. 3 خبطات ببطء شديد. بصيت في الساعة، لقيتها الساعة 12:03 بالظبط. قمت وقلت أكيد حد من الجيران، لكن أول ما قربت من الباب سمعت صوت طفل صغير: افتح يا عمو، أنا تايه. قلبي وقع، لأن العمارة كلها ما فيهاش أطفال أصلا. فضل الصوت يتكرر: افتح يا عمو، افتح، أنا بردان. وفجأة صوت الطفل اتغير
وبقى صوته قوي وغليظ وبشكل مرعب. أنا عارف إنك صاحي. جسمي ساعتها كله اتجمد وقعدت مكاني. بعد دقيقة سمعت خطوات بتمشي بعيد، وبعدين طلعت لفوق ناحية السطح. الصبح نزلت أسأل الجيران. أول ما حكيت لهم كلهم سكتوا، وواحد منهم قال: هو بدأ يسمعك. قلت: مين؟ قال: الولد. سألته: ولد مين؟ بص حواليه واتأكد إن محدش سامع، وقال: من 30 سنة كان في ولد ساكن فوق مع أمه. الأم كانت مجنونة، كانت بتحبس الولد في أوضة فوق السطح بالشهور. وفي ليلة الجيران سمعوا صريخه، لكن محدش ساعده. تاني يوم اختفى، والأم قالت إنه هرب. لكن بعد كام يوم لقى الأم نفسها مشنوقة جوه الأوضة. ومن يومها كل ليلة الولد بيدور على حد يفتح له الباب. ضحكت قدامهم، لكن جوايا بدأ الخوف يتملكني وياكلني، خصوصا لما سألت: طيب ليه باب الشقة التانية مقفول بالسلاسل؟ الراجل الكبير وشه صفر وقال: دي كانت شقتهم. الليلة اللي بعدها كانت أسوأ ليلة في حياتي. الساعة 12 بالليل سمعت صوت الطفل بيضحك فوق السطح، ضحكة باردة جدا، وبعدين صوت جري، وبعدين صوت حاجة بتتسحب على الأرض زي جثة، وبعدين سمعت حد بيهمس من عند باب شقتي. أنا خرجت: افتح لي. قسما بالله الصوت كان جاي من تحت الباب نفسه. بصيت ولقيت ظل طفل صغير واقف بره. ظل طفل، لكن رجليه كانت طويلة بشكل غير طبيعي، كأنها رجلين شخص كبير. فضل واقف ساكت، وبعدين بدأ يخبط مرة واتنين وتلاتة، وفجأة الصوت وقف. بعدها بثواني سمعت حاجة مستحيل أنساها طول عمري. خطوات جوه شقتي، مش بره، فعلا جوه. حد بيمشي في الصالة ببطء، وانا قافل الباب بالمفتاح وقافل الشبابيك كمان. مستحيل يكون في حد دخل، لكن الخطوات كانت واضحة جدا جدا. وقفت عند باب أوضة النوم، وبعدين صوت الطفل: بصلي يا عمو. أنا كنت مستخبي تحت البطانية وقتها ومش قادر أتنفس. الصوت اتكرر: بصلي عشان أعرف وشك. فضلت مكاني لحد الفجر وأنا مغطي وشي. أول ما الشمس طلعت كل حاجة اختفت. قررت أمشي من الشقة ديت فورا، لكن قبل ما انقل حاجتي الفضول قتلني. طلعت للسطح بالنهار، الباب كان مفتوح، وأول ما دخلت لقيت أوضة صغيرة جدا فيها ريحة معفنة، ريحة وحشة جدا. وفي الحيطة آلاف الخدوش، كأن طفل كان بيعد الأيام بأظافره. وفي الركن لقيت لعبة دب قديمة، ولما شلتها لقيت تحتها مكتوب بالفحم: لو خرجت هي هترجع تاني. وقبل ما افهم المقصود سمعت صوت نفس الطفل ورايا مباشرة: انت ليه فتحت الباب يا عمو؟ اتجمدت ولفيت ببطء، ما لقيتش حد، لكن الدب اللي كان في ايدي بدأ يضحك ضحكة أطفال لوحده. جريت ونزلت السلالم بسرعة، وأثناء نزولي كل أبواب الشقق كانت مفتوحة، والجيران واقفين بيبصولي، ولا واحد منهم بيتكلم، بس كلهم كانوا مبتسمين ابتسامة واحدة، نفس الابتسامة. سبت العمارة في يومها وما رجعتش تاني. لكن بعد شهر صحيت بالليل
على خبط عالي على باب شقتي الجديدة. بصيت في الساعة لقيتها 12:03 بالظبط، ونفس صوت الطفل الصغير: أنا لسه تايه يا عمو، ممكن تفتح؟ ومن ساعتها عمري ما بفتح أي باب بعد نص الليل، لأن في حاجة واحدة فهمتها متأخر: الولد ما كانش محبوس فوق السطح، الولد كان محبوس عشان ما بيخرجش، فبيدور على أي حد جديد يعيش معاه. وبكده نكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام.